التردد والخوف من اتخاذ القرار. ليه كتير مننا عنده تردد دايما في اتخاذ القرار؟ ما بعرفش اخد قرار. ابدأ ابحث جواك وشوف المشاكل اللي بتواجهك اللي ممكن توقفك انك تعرف تاخد قرار. اول حاجة المخاوف. هل انا بخاف من الفشل؟ يعني انا مريت بتجربة قبل كده وفشلت فيها، فعندي متخزن في اللاواعي ان انا فشلت قبل كده وبخاف اخد الخطوة عشان التجربة اللي مرت عليا وبخاف من الفشل. او ممكن اكون خايف من حاجة هتحصل في المستقبل، ففي تلك الحالات في مخاوف. ابدأ شوف المخاوف دي حقيقتها ايه، ممكن الاقيها اصلا وهمية، هي مش موجودة اصلا. فالمخاوف اللي جوايا شوفها هي حقيقية ولا وهمية، وواجه المشكلة وتعامل معاها صح. رقم 2، هل انا بخاف من تحمل المسؤولية؟ يعني في ناس كتير بتيجي الوقت تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار لا مش قادر، مش بتاعتي. فشوف انت عندك خوف من تحمل المسؤولية وبتختار دايما منطقة الراحة اللي هو منطقة الامان بالنسبة لك. لا انا خايف اخد مخاطرة واطلع خطوة لقدام بدل ما يحصل ويحصل ويحصل. فدايما انت عندك مشكلة انك مش قادر تتخذ قرار بسبب خوفك من اللي جاي او خوفك من المسؤولية، فبتقعد مكانك، عمرك ما هتاخد خطوة للأمام إطلاقا ولا تعرف تنجح. فدايما خلي عندك قصة المسؤولية دي تكون أساسية، يكون عندك التزام واستمرارية وتحمل المسؤولية دي عشان تكون شخصية قوية. رقم 3 ومهمة قوي وهي انعدام الثقة. هل أنا شخص بثق في نفسي وعارف قدرات نفسي، ولا أنا دايما عندي جلد عزات على نفسي ودايما شايف ان انا فاشل ودايما شايف ان انا منفعش ودايما ببص للتجارب السيئة اللي مريت بيها؟ فطول ما انا حديثي سلبي عمري ما هعرف اتخذ قرار. فانظر للصورة الداخلية جواك اللي انت مكونها عن نفسك جوا نفسك.